جئت رسولا أحمل رسالة من أمير المعظم هولاكو. في مؤامرة من المرشدين الأجانب هينسحب. انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. أنا المعلم عرابي الصامعي في توة الناحية دي كلها. طول عمره راجل صح ودمه حامي، عمل عملته محدش حس بيه. وزع شراب الورد للكل على حسابي، ما اقبلش عزف علي قبل ما اخد بطاره. اذا ما كنتش هتعقل انا هعقلك. وترتفع راية الخاقان الأعظم. المحروسة تحتضر. شغل التعبين بتاعك ده ما مشيش معاي. وكيف آلت الأمور حتى تم عزل إسماعيل. أنا لا أحب أن ألقى هذا الكافر الغازي. أليست في هذه الإمبراطورية قوانين؟ سأسد نهر النيل بجثث هؤلاء المصريين. وفجأة وانا في اوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة ابويا. سؤالاتك كثيرة الليلة اديتي. وشوفي صالحك انت. ساعة ما الغالي ينزل تربطه ما أرحم حد فيكم. نجمنا النهارده النجم احمد ماهر. وجوده في اي عمل بيبقى علامه جوده. ظهوره في الاعمال المختلفه في البدايات في الدراما التلفزيونيه شكل الدراما التلفزيونيه المصريه. التلفزيون المصري بوهجه كان هو من الشباب الداعمين اللي قدروا ان هم يرفعوه على اكتافهم. متواجد في اعمال كتيره، قدر ان هو يتنوع ما بين ايدي المخرجين المختلفين اللي اتعامل معاهم واشتغل معاهم. قريب جدا من المواطن المصري، عنده قدرة شديدة على انه يقدر يخترق قلوب كل المشاهدين، قلوب المشاهدين اللي بتميز بامتياز مين الصادق ومين الغير صادق. احمد ماهر كان من هؤلاء. في السينما قدر ان هو يوصل للمشاهد، وفي الدراما قدر ان هو يوصل للمشاهد، وفي الاذاعة هو دائما يصل للمشاهد. والنهاردة احنا معاه بنقرب اكتر ونشوف بعد المشوار الجميل والنجومية الرائعة بنشوفه ازاي بيشوف السينما، التلفزيون، الدراما الحالية. لكن اسمحوا لي في البداية ارحب بضيفي اللي بتشرف انه موجود معايا النهاردة، وهو الفنان الكبير الاستاذ احمد ماهر. استاذ احمد، سعيدة جدا بهذا اللقاء. أنا بشكر حضرتك على المقدمة الرائعة اللي تفضلت بيها، وبقول لك يعني حضرتك بتردينا لبيتنا القديم اللي تربينا فيه، اللي هو التلفزيون المصري. ماسبيرو بذكرياته واحنا في استوديو كمان. الحقيقه كان للاذاعه. ابدا في اول خطوه جوه ماسبيرو، فاكرها يا استاذ احمد لما دخلت هذا المبنى وبدات طبعاً. تبص فيه طرقاته كده والاروقه الخاصه بالمبنى ده، كان امتى وكانت ايه الظروف؟ صلى على النبي صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاه. أنا دخلت أكاديمية الفنون كطالب، واكتشفت إن ليا زميل في الدفعة وإحنا في سنة أولى اسمه أشرف نصار. والده كان مدير مكتب مدير التلفزيون. فهو ما شاء الله كل يوم ألاقيه طالع على الشاشة في برامج الأطفال، لأنه كان صغنن كده ودمه زي العسل. فأقول له أشرف يعني أنت شغال؟ يقول لي ما بابا شغال في التلفزيون. طب أنا بابايا مش في التلفزيون. طب يا أشرف أنا عايز أتفرج على التلفزيون. يقول لي بكرة، أوديك بكرة. في يوم بقى موقف، قلت له مفيش محاضرات ومش هنخش القاعة، وهتيجي معايا نخش التلفزيون دلوقت. خلاص انت قررت بقى. قررت. الان يعني الان. وخدنا تاكسي وجينا، دخلنا ماسبيرو، ودخلنا بيفرجني بقى على اول استوديو اللي هو استوديو واحد. فوجئت بان استاذنا رحمه الله عليه عبد المنعم مدبولي موجود، هو والنجم الراحل رحمه الله عليه يوسف شعبان، وبيعملوا مسلسل اسمه جحا المصري. ده كان اخراج الاستاذ الكبير استاذ محمد فاضل. واحنا بيفرجني بقى وبيقول لي الكاميرات والديكور، ودي اوض تخزين الكاميرات، وده البساريل. لقيت اللي جاي بيحط ايده على كتفي بيقول لي تمثل معانا في المسلسل ده؟ قلت له مين ده؟ ده المساعد بتاع الاستاذ فاضل. فقال لي طيب خد الجملتين دول في المشهد، انت جرسون في الكافيتيريا اللي جوه السجن،
المسلسل فانتازيا. طبعا قلت جرسون جوه كافتيريا جوه السجن. اوكي، خدت الجملتين. قال لي التصوير بعد الفطار، احنا كنا في رمضان. طرت على البيت وانا يعلم بسعادتي ربنا هطلع الشاشه من اول مره اخش تلفزيون. لا 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 لا. وقعدت احفظ في الكلام. فطرت وجري على استوديو واحد، لبسوني اللبس وواقف، دارت الكاميرا. فجأة وانا بتكلم لقيت المخرج بيقول ستوب، وبيقولها وهو بيصرخ، وقام نازل. انا اتكهربت. ايه اللي حصل؟ ايه الغلطه؟ ايه الغلطة؟ فقال لي في حاجة اسمها عجمية يا استاذ. قلت له ما اعرفش. قال لي انت بتشتغل ايه؟ قلت له انا طالب في الاكاديمية. قال لي لما تنادي على الطلب تقول شيشة عجمي، انما شيشة عجمية، في شيشة عجمية، العجمية دي تتاكل. فقال لي على اي حال ما تقلقش هنعيد تاني. ومشكورا طبطب عليا وهداني وطلع وصورت. يا جاه النبي على الفرحة. طبعا الحلقة اتذاعت وكل العيلة اتفرجت على ابنهم على الشاشة. ودي كان أول ظهور ليا في رمضان من خلال مسلسل جحا المصري. وتتوالى بعد كده الأعمال، ويصبح رمضان شهر فضيل كريم على أمة الإسلام وعلى أحمد ماهر على وجه التحديد. وكان فأل خير